طيب، بسم الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في القناه. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو عن كريم غسول الوجه من بونز بخلاصه البطيخ. بس قبل ما ابتدي ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وتعملوا سبسكرايب وتدوسوا على زرار الجرس علشان كل الفيديوهات الجديده توصل له. كمان ما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا بتاعتي، تيك توك وانستجرام. بسيب اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبتدي الريفيو. هو ده شكله، هو بيجي عامل كده. هو 90 جرام. الغسول ده بمستخلصات البطيخ. انا من محب البطيخ جدا، سواء كان اكل او منتج للعناية بالبشرة. انا ضعيفة جدا قدامه، فاي حد عايز يبيع لي اي مستحضر تجميل يقول لي فيه ويتر ميلون اكستراكت او مستخلصات البطيخ. فلو هو قال لي كده خلاص انا اشتريت خلاص، مش محتاجة كلام. وهو اصلا يعني بقاله فترة ترند تقريبا، لانه في كتير من مستحضرات التجميل بتستخدم البطيخ كمادة لصنع منتجاتها، وبيتسوق لها على هذا الاساس انه من مستخلصات البطيخ. دي المفروض من الحاجات اللي بتزود المبيعات. خلاص، في السوق بقى حاجات كتير، في منها الافوردبل اللي هو حاجات كده في متناول الايد زي غسول بتاع النهارده. ده كان ب 217 167، يعني في الحدود دي. انا مش فاكره بالظبط، بس انا بصيت يعني من شويه عليه على امازون. لقيته ما لقيتهوش موجود. انا كنت جايباه من امازون، لكن لما دخلت عليه ما لقيتهوش. فخليك كده وراه لحد ما تلاقيه لو عايزه تجربيه. في كمان منتجات تانية سعرها غالي قوي، يعني حبتين 3 4، زي جلول ريسبي برضو. دي منتجات كورية سعرها طالع في العالي قوي. عندها منتجات كده زي التونر لوحده كده بسم الله الرحمن الرحيم ب5000 جنيه. انا مش عارفة هو ليه سعره غالي قوي كده. والسيرم من نياسيناميد ديو دروبس بالبطيخ ده برضو من جلو ريسبي. ده برضو من الحاجات اللي سعرها عالي قوي قوي قوي. شفتها على امازون لقيتها ب4100 جنيه. يعني ليه كده؟ انا مش عارفه. لو حد جرب الحاجات دي من جلو ريسبي يعني يقول لنا تحت في التعليقات هو ايه ظروفه، يعني هل يستاهل المبلغ ده ولا هو يعني تضييع فلوس على الفاضي. السعر اوفر قوي، يعني انا ما جربتوش بس هو اوفر قوي قوي، يعني مش كده. بصوا بقى، هو ده الغسول بتاع النهارده. خش بقى في الريفيو. الغسول بتاع النهارده اهو، ده شكله. هو كريمي، يعني خليني اوريهولكوا برضو اهو. بصوا قوامه اهو، ده قوامه. هو كريمي شويه كده. الكريم بتاعه مش يعني تقيل، خامته تقيله. لا، تقيل. خلاص، حته صغيره منه. يعني شفتوا الحته اللي انت شفتها اللي انا حاططها دي؟ كفايه جدا ان هي تكفي وشك وتزيل بيها المكياج. يعني هو كده زي عارفين ايفون كانت عامله كده بالم غسول كده، بتحطيه على البشره وبيدوب المكياج. ده برضو نفس الفكره، بتحطيه على بشره منديه كده، وبعدين تفضلي تدعكي كده. بتبص تلاقي ان المكياج ابتدى يطلع من وشك، وابتدى يسيح مع المنتج ده، وبيبقى كويس. بتلاقيه منظف وشك كويس، شال كل الاتربه والغبار. وريحته بطيخ على ريحه كريم كده. يعني هو مش ريحته حلوه قوي، بس انت لما بتيجي تحطيها على وشك ما بتشميش الريحه قوي. الريحه بتاعته هاديه. اوكي، لو لقيت لكم هو المنتج اللي شبه ده كده من ايفن، هحط لكم الصوره بتاعته. بس هو
حاليا انا دورت عليه على صور وحط عشان احطها لكم قبل ما اسجل الفيديو ما لقيتش، فلو لقيتها بعد ما اسجل الفيديو قبل ما انزله هحطها لكم ان شاء الله. خلاص. فالمنتج ده على فكرة كان عامل قلبان اول ما نزل، لو فممكن لو لقيتيه اشتريه على طول يعني. خلاص. زي ما قلت لك انت الكميه اللي انت هتحطيها بتبقى صغيره جدا، بتكفي الوش وبتفضل تدعكي وشك، وبعدين تغسليه بالميه هتلاقيه شال يعني 99% من الميك اب، وممكن بعدها تعدي على وشك بتونر او مايسلر ووتر. بس يعني انا من انصار ان علشان تيجي تمسحي المكياج من وشك مش اول حاجه تستخدميها المايسلر ووتر، لا، ادخلي من بره على طول على اوضتك، سوري، على الحوض، واغسلي وشك بغسول زي ده كده او اي غسول تاني انت بتحبيه. انا قصدي انه الطريقه نفسها في غسل الوش بتبقى بالغسول الاول، وبعدين بعد ما تخلصي الغسول امشي على وشك بتونر او مايسلر ووتر. بس انا بفضل التونر بعد غسيل الوش لانه بيدي ترطيب، يعني التونر بيدي ترطيب، فهاتي تونر مرطب بعد ما تغسلي وشك من المكياج، ابتدي امشي بقى على وشك بالتونر ده. لو في بواقي مكياج بيطلعها، وزائد كمان ان هو بيدي ترطيب للوش حلو قوي، هيعجبك يعني. خلاص. فزي ما قلنا كده، فده كريم بونز ب167 جنيه. ريحته بطيخ هادي، ريحته مش ثابته بتروح على طول، لكن ريحته حلوه. خلاص. وهو بيدوب المكياج زي البالم بتاعت غسيل الوش. طيب هو مكتوب عليه ايه؟ هما كاتبين عليه جلو ان افلاش فيشيال كلينزر ووتر ميلون اكستراكت سموذن فريش وجلوينج سكين. سموذنج بينعم الحقيقه، لا هو بينشف الوش. فريش جلوينج سكين، وما شفتش منه لا جلو ولا نيله، يعني ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي. خليني اقرا لكم بقى الانجريدينتس او المكونات بتاعته، علشان انا لاحظت ان في ناس بتحب ان تعرف مكونات المنتج قبل ما تشتري، فخليني اقراه لكم. هو مكتوب عليه بقى ايه؟ ميستريك اسيد، جليسرين، ووتر، بروبيلين جلايكول، ستيريك اسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، جلايكول تستيريت، يوريك اسيد، ديسل جلوسيسايد، جليسيري، فروت اكستراكت، جليسيريل ستيريت، فريجرانس، ستريولوس لاناتوس، ووتر ميلون فروت اكستراكت، فينوكسيثانول، بولي كواترينيوم، شرطة 7، ديصوديوم EDTA، بروبانيديول، PEG شرطة 4 ديلوريت، PEG شرطة 4 لوريت، نياسيناميد، لودوبروبينيل، او لا ثواني كده، باتي كرباميد، PEG شرطة 4 صوديوم بنزوت، صوديوم كلورايد، صوديوم سلفيت، CI 14700. ده اللي مكتوب على المكونات. هو الغسول ده عيبه ان هو بينشف الوش، وتقريبا معظم الغسولات اللي انا استخدمتها كانت بتنشف الوش. ده برضو بينشف الوش، هتحتاجي ترطبي بعده اكيد. وعامه الغسولات انا ما بحبش استخدامها اكتر من مرتين في الاسبوع، عامليها معونة المقشر، لان الغسولات يعني مش متدعكيش قوي في بشرتك. انا افضل ان انتي تسيبيها تتخلص من اي شوائب بطريقه طبيعيه، وبشرتنا مؤهله لكده. فده عيبه ان هو بينشف الوش جدا، وسعره لكن سعره في المتوسط، لا هو غالي ولا هو رخيص. دي كانت كل حاجه عن فيديو النهارده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.